بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال ودوام الصحة والعافية للجميع. اليوم راح ندير لكم كيكة اقتصادية بيضة واحدة. تبعوا المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. بسم الله. في إناء راح نحط بيضة واحدة، راح نخلطها، ومن بعد راح نضيف لها كاس إلا ربع من السكر حبيبات. ومن بعد راح نقول لكم على ما حطيتش الكاس كامل. راح نضيف رشة ملح باش نعدل الطعم، ونخلطهم مع بعضهم حتى نتحصل على قوام كريمي. ننكه الكيكة تاعي بقشور البرتقال، عفوا بقشور الليمون، وانت ديري الطعم اللي تحبيه، فاني ايضا قشور البرتقال، اللي النكهة اللي تحبيها ديريها. انا فضلت هذا النكهة، راح تعطي طعم رائع جدا في هذه الكيكة. راح نخلط مليح الزاز تاع القارص اللي حطيته، ومن بعد راح نضيف كاس الا ربع من الزيت النباتي. هنا الزيت راح نحطه تدريجيا، وما نحطوهش دفعة واحدة، راح نحطه على 3 مرات او 4 مرات. الزيت في الحلويات ديما نخلطوه مليح. نخلط تدريجيا حتى نكمل كامل الزيت مع الخلط المستمر. راح نضيف لهذا الخليط كاس من الحليب. تقدري تبدلي الحليب بالياغورت، يكون من نكهة نواه كوكو، راح تعطيك مذاق بزاف مليح في هذه الكيكة. انا ما كانش عندي متوفر الياغورت او الزبادي، حطيت بديل كاس حليب. هنايا درت 4 ملاعق كبار من يكونوا ممسوحين من الفلان او الكاستر. هذا راح يعطي ايضا مذاق مليح في الكيكة. وهذا هو اللي ما خليت حطيت الكاس وما عمرتوش كامل، لاني ضفت الفلان، والفلان تاعي راهو مسكر. راح نضيف هنا الكاس الاول من الفارينة او الطحين، ونخلطهم ونضيف عليهم هنايا 15 غرام من خميرة الحلويات. هنا الكيس تاعي فيه 10. اذا كانت 10 حطيت كيس ومعاه نصف. اذا كان الكيس تاعك فيه 16 حطي مباشرة 16. المهم تحطي كيس ونصف من خميرة الحلويات. راح نخلط الكاس تاع الفارينة مليح مع الخليط، ومن بعد راح نضيف نصف كأس من النشا. النشا راح يعطينا خفة لهذه الكيكة. راح نخلط في الاول غير بشوي باش هكا ما تنطرش معنا الفارينة او النشا. وراح نضيف الكاس الثاني تدريجيا. الكيكة هذه بزاف اقتصادية، خاصة انها غير بيضة واحدة وكاس سكر وكاس حليب. راح تحصلي على كيكة مليحة في الصباح للأطفال، أو مع العشية مع تاي أو حليب تاع قهوة تاع العشية. وراح نضيف راح نضيف الكاس المتبقي. إذا الكيكة هذه أخذت لي 2 كيسان تاع فارينة ونصف من النشا، يعني 2 كيسان ونصف من الفارينة. تقدري تستبدلي نشا تكمليها كامل بالفارينة اذا كان مش متوفر عندك نشا. وايضا تقدري تضيفي نصف كاس تاع الفارينة، تضيفي الكاكاو. هنا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. من بعد راح نجيب هذا الصينية اللي المقاس تاعها 26. هنا تدهنيها بالزيت او بالزبدة، ومن بعد تحطي الفارينة من فوق او الطحين، وتحطي عليها الخليط هكا باش تضمني باش ما تلصقلكش كي طيب. طبعا الفرن راني شعلته من قبل على نار قوية، ومن بعد راح نقص في النار.
هنا راح بعود خشبي راح نخرج الهواء اللي فيها، وراح نحطها في الفرن لدرجة حرارة متوسطة. شوفوا هنا كيفاش طلعت من بعد ما طابت من تحت. راكم تشوفوا في اللون تاعها كيفاش طابت. راح نحي برك غير قلبتها، وراح نحي هذيك القشرة اللي من فوق باش هكا ما تقلقنيش كي ندير الطلاء الشيكولا او اي حاجه. هنايا انا طليتها غير بالمعجون تاع المشماش، وانت تطلي باي حاجه عندك، شيكولا اللي تحبي. كان متوفر عندي المعجون درتها بالمعجون. من بعد ما نطليها بالمعجون راح نحط من الفوق راح نزينها باللوز إيفيلي. تقدري ديريها بالكاوكاو المطحون، تقدري القفرات تاع ألف تدقدقيه وتزيني حلوة الترك. يعني هنا التزيين راهو اختياري، تزيني بواش عندك في الدار. من بعد ما زينتها خليتها بردت شوية. جات كيكة روعة، المذاق تاعها أيضا رائع. راح نفصلكم شوية ونشوفوه مع بعضنا. قسيت معاكم وراح نشوف هذا الطرف تاع الكيكة. شوفوا كيفاش جات اسفنجية وخفيفة، والمذاق تاعها ايضا جد رائع. نتمنى انه هذه الكيكة تاع بيضة واحدة كيكة اقتصادية تجربوها وتنجحوا فيها. والى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.